في الجزء العضوي يمكننا ملء بقايا الخضروات والفواكه الصغيرة المليئة كالفول وبقايا الزهور. بقايا الخضروات كبيرة الحجم وكاملة الحجم التي لم يتم تقليمها يمكن نقلها إلى ديشيليرية. بالنسبة للجزء العضوي توجد بقايا عضوية ونفايات أخرى قابلة للتحلل الحيوي، مثلا صنابير السورو والمرافقات والمكادر الورقي المستخدم. إذا كانت لديك أي شكوك حول مكان رمي شيء ما فتحقق من موقع residuumbase.cat للنفايات. من أجل مصلحتنا يجب فصل المهملات.